ليه الوجع ما بيخلصش؟ في لحظة معينة الوجع بيبقى أكبر من طاقتنا، بتحس إنك استنزفت وإن صبرك خلص وإنك محبوس في جدران تعبك ومش لاقي مخرج، تماما زي ما حصل مع سيدنا أيوب. عارف إيه اللي خلى وجع سنين ينتهي؟ شفرة بسيطة في آية إني مسني الضر. سيدنا أيوب ما قالش يا رب اشفيني، هو شخص حاله بصدق قدام ربنا. الاعتراف بالضعف قدام القوي هو قمة القوة اللي بتهز أبواب السماء. كيمياء الروح بتقول لنا إنك طول ما انت بتنكر وجعك أو بتهرب منه هيفضل يطاردك، لكن أول ما تقف وتقول يا رب أنا تعبان، أنا محتاج لك، هنا بتبدأ مرحلة اركض برجلك. الفرج ما جاش لسيدنا أيوب وهو قاعد مكانه، الفرج جه لما اتحرك وسط وجعه. شفرة النهاردة، بطل تهرب من تعبك، اقف قدام ربنا في سجدة، قوله كل اللي وجعك بصدق أيوب، وبعدها ابدأ اتحرك. خد خطوة واحدة بس في مصلحتك وهتشوف نبع الشفا وهو بينفجر تحت رجليك. أشوفكم بكرة في شفرة جديدة، ومن هنا لحد بكرة سيبوا أثر طيب في قلوبكم.